الصور بهذا الشكل، فاعتقد بانه هذا هو الجمهور الوفي. لا اقول بانه جمهور النتائج لان الوداد يحقق افضل النتائج، ولكن جماهير الوداد دائما عودتنا على مثل هذا الصور، ونتمنى بانه المباراه تقدم ما منتظر منها، لان كتجمع بين جوج ديال الانديه اللي دائما كيقدموا طابع كروي بقيمه الصور التي نتابع فريق الدفاع الحسني الجديد والوداد. غتكون هناك قراءه الفاتحه على كل من عبد الله بها وزير الدوله وحسن مامو الامين المال السابق للوداد، تغمد الله الفاقدين بواسع رحمته، انا لله وانا اليه راجعون. اذا بعد قليل غتعطى الانطلاقه ديال المباراه. قبل ذلك نعطي التشكيله ديال الفريقين. فريق الوداد البيضاوي غيدخل بالمجموعه التاليه: محمد عقيد في حراسه المرمى كلاعبين، هناك قيمه كما تابعنا صور كذلك اليوم بملعب الحاتي بمراكش، وكذلك يعني العديد من المباريات تابعنا فيها هذه الصور. فاعتقد بامكاننا الدوري الاحترافي اللي يعني هناك مباريات اللي يمكن نقول بانه عطات الاضافه المطلوبه، الاضافه المرجوه، فصور جميله جدا. وجماهير الوداد اعتقد الان قدمت ما يمكن ان تقدمه على مستوى المدرجات، في انتظار اكيد العطاء التقني للاعبين لفريق الوداد، كذلك لفريق الدفاع الحسن الجدي اللي نتمنوا انه كذلك يقدم مباراه كبيره. وطالما الدفاع الحسن الجدي انه قدم مواجهات محترمه بالمركب الرياضي محمد خامس، نذكر بانه 5 مواجهات يعني الاخيره بمدينه الدار البيضاء، يعني 2009 2010 كان الفوز للدفاع الحسن الجدي 2-1، 2010 2011 تعادل هدف اللي نتذكر هدف ديال بالكوجاني الوداد وعرضه هو للدفاع الحسن الجدي. 2011 2012 كان فوز للدفاع الحسن الجدي هدف عمر منصوري اللي حمل الوان الكوكب المراكشي. 2012 2013 الفوز للوداد هدف لسموتيز اللاعب الكونغولي الان الذي يحمل الوان فريق الرجاء. والموسم الماضي تعادل ايجابي هدف لميتيه يونس الحواصي للوداد وايوب نناح للدفاع الحسن الجديد. كل